بما اني بعمل فيديوهات بقالي اكتر من 4 سنين، ففي حدث مهم جدا 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 حصل النهارده او هيحصل في خلال ساعه، فكنت لازم اشكرهم كلهم لان انا بتفاعل وشهم. انا هوصل 100,000 مشترك على اليوتيوب النهارده ان شاء الله. انا لسه واصل مليون. انا لازم احط له المليون. واخيرا بعد تعب حوالي 4 سنين ونص وصلت ل100,000 مشترك. 100,000 اخ واخت وصلنا مع بعض لرقم كبير جدا، وده طبعا بيرجع ليكوا بعد طبعا الله سبحانه وتعالى، ان الفضل الاول والاخير يرجع لربنا سبحانه وتعالى اللي خلاني استمر وخلاني اوصل للي انا فيه دلوقتي. وطبعا دعمكم ليا هو ده اللي كان مخليني دايما شغوف ان انا اقدم لكم الحاجات اللي نفسكم فيها. فبجد بجد شكرا من القلب ان انا وصلت معاكم ل100,000 مشترك، ووصلت معاكم لحلم كنت بحلم بيه بقالي فترة كبيرة، والحمد لله اخيرا وصلنا له. وان شاء الله نوصل مع بعض لنص مليون والمليون مشترك كمان، ونعمل حاجات اكتر من كده بكتير. وطبعا في فيديو النهارده هتكلم معاكم شويه واقول لكم عن الحاجات اللي مريت بيها في ال4 سنين ونص، وفي اخر الفيديو هيبقى فيه جيف اويز جامده جدا. عندنا 4 ساعات واربع سماعات مقدمه من انفينكس، كل واحد فيكم هيكسب حاجه، يعني في 8 افراد هيكسبوا معانا في الجيف اويز دي. طبعا الجيف اويز هتكون بسيطه جدا، شروطها هقول لكم في اخر الفيديو. ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك الفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100,000 مشترك في اقرب وقت، فعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي وانا اتكلم في اي حاجه، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم على عدوهم، امين يا رب، وان شاء الله النصر قريب. مبدئيا كده خلينا نتكلم مع بعض انا بدات يوتيوب ازاي، وانا اصلا متخرج من ايه وشغال ايه، لان اليوتيوب مش شغلي الاساسي، اليوتيوب ده شغفي. طبعا شغلي وشغفي، ولكن في شغل تاني اساسي. فخلونا نبدا مع بعض ونبتدي. اول حاجه ازاي انا بدات يوتيوب اصلا. مبدئيا كده انا شغوف جدا بموضوع التك والتكنولوجيا والموبايلات من حوالي 2013 2014، من وانا لسه في ثانوي، وكنت بحب جدا جدا موضوع الموبايلات والتك قوي، حتى قبل ما يبقى فيه محتوى تك في مصر، او انا ما كنتش اعرف ان في محتوى تك في مصر، او كانوا قليلين جدا. فكنت مهتم جدا بحته الموبايلات، وكنت بحاول دايما ان انا اجيب احدث موبايل نازل. فبصراحة كنت بحب الموضوع ده جدا لحد ما جه 2015 دخلت كلية هندسة. انا اصلا كنت نفسي اخش حاسبات، ولكن هو قضاء ربنا ان انا اخش هندسة، ودخلت هندسة. ومن 2015 بدأت كمان اهتم بالمحتوى التقني، وبدأت اتفرج على محتوى تقني كبير جدا، وبدأت اهتم جدا بالمحتوى ده. ومع ذلك كنت نفسي اعمل محتوى بشكل كبير قوي، ولكن ما كانش فيه وقت خالص بسبب كلية الهندسة. فضلت 5 سنين من 2015 ل 2020 لحد ما اتخرجت مهتم بموضوع التكنولوجيا اهتمام رهيب، وكنت دايما ببقى عايز اجيب احدث موبايل من سامسونج. ايوه انا كنت مهتم جدا باجهزة سامسونج. الايفون جربت ساعتها ايفون 6 ما ارتحتش خالص، ورجعت تاني لسامسونج، شلت سامسونج اس 10 اس 6 واس 7 واس 8 والاس 10، ما شلتش بس الاس 9. فكنت مهتم جدا بموضوع الموبايلات، وكنت نفسي ابدا محتوى، ولكن مفيش وقت، مفيش امكانيه، مفيش اي حاجه تخليني ان انا ابدا. كنت مشتت جدا طول وقت الكليه، لحد ما الحمد لله في 2020 اتخرجت. وساعتها قعدت 3 شهور حاجه زي كده ما بشتغلش، ولسه ما اشتغلتش، ولسه بقى بشوف بقى اشتغل فين وكده عقبال ما الشهاده تطلع. وخطبت في شهر 12 2020 قبل على طول ما اشتغل. يعني انا خطبت وبعد الخطوبه باسبوعين حاجه زي كده جالي شغل الحمد لله، واشتغلت في شركه كويسه جدا. واما اشتغلت في الشركه دي قعدت شهرين كده باقلم نفسي، وجيت على شهر 2 2021 قررت ساعتها ان انا ابدا المحتوى التقني. ومش هتصدقوا انا بداته ازاي. انا دخلت كلمت شخص اسمه محمد الجمل، هو قريب يحيى او كان بيصور معاه حاجه زي كده، وكان عنده قناه صغيره.
فدخلت سألته على الإضاءة وإزاي أبدأ والكلام ده كله، وبصراحة كان متعاون جدًا وقال لي إيه الإضاءات اللي أنا أجيبها، ونزلت بالفعل جبتها من وسط البلد، وجبت الإضاءات ورُحت جاي، وكان عندي كاميرا نيكون 7000 دي نيكون 7000 ما كانش فيها auto focus أصلًا، فقررت ساعتها إن أنا أصوّر أول فيديو، وكان أول فيديو عن الآيفون 12 Pro Max، وساعتها جِبت الإضاءات وحطيتها في الصالون عند والدتي، ورُحت جايب الكاميرا حاططها قدّامي، طبعًا ما كانش فيها auto focus وأنا كنت لوحدي، فما كنتش عارف أعمل إيه، فرُحت جايب إيد مقشّة كده قعدتها مكاني، ضبطت عليها الfocus ورُحت شايلها وقعدت أنا مكانها، وكان الموضوع مُرهق جدًا في أول فيديو، وكان حتى الفيديو مش طويل كان حوالي 5 دقايق أو 6 دقايق، ولكن ساعتها كنت باتكلم كده بتهتها ومش عارف أضبط الكلام، وقعدت كتير عقبال ما خلّصت الفيديو، ولكن لمّا خلّصت الفيديو وده كان أول فيديو ليّا وهتشوفوا طبعًا مقاطع منه، الفيديو ده بالنسبة لي كان بداية الانفتاح بقى في المحتوى، لإن بصراحة حسيت إن أنا عملت حاجة كويسة، إن أنا لسه بادئ وبدأت بquality حلوة كده مقارنةً ب2020 طبعًا الناس العالية اللي كانوا بادئين من زمان معاهم معدات عالية جدًا، وأنا لا أملك أي معدات غير الكاميرا دي، كان والدي جايبها لي هدية من الصين وهو مسافر قبل كده، فهي أصلًا كاميرا صور ما فيهاش فيديو حلو أوي 1080 وباقول لك ما كانش فيها auto focus أصلًا، فكانت بتتعبني جدًا، وفي أوقات كنت باصور كانت بتطلع out of focus الفيديو كله. المهم صوّرت أول فيديو ونزّلته، وجالي تعليقات جميلة جدًا من ناس قريّبة منّي، وجالي تعليقات سلبية جدًا من ناس قريّبة منّي، إيه اللي أنت بتعمله ده ومش اللي أنت بتعمله ده، أنت مش هتكمّل، أنت، وكلام من اللي يحبط جامد جدًا. وفي ناس كانت بتبُص لي بصّات استهزاء، اللي هو أنت إيه اللي أنت بتعمله ده، هتوصل بيه لإيه أساسًا؟ يعني أنت أي هري وخلاص، لإن أنا بالفعل جرّبت حاجات كتير قبل كده، أنا كنت باعمل فيديوهات كوميدية على الفيسبوك ولكن بطّلتها، وجرّبت برضه أكتر من حاجة لدرجة إن أنا مش متذكّر الحاجات اللي أنا جرّبتها، ولكن أنا ما لقيتش نَفْسي في أي حاجة من اللي أنا جرّبتها، لإني ما كنتش شغوف بيها، الحاجة الوحيدة اللي كنت شغوف بيها هو التِك والتقنية، فدي الحاجة اللي أنا كمّلت فيها، وبعد أول فيديو عملت كام فيديو كده لقيت إن المشاهدات قليلة، ولكن في مشاهدات، حتى لو في 30، 40 واحد بيتفرّجوا عليَّ، فده شيء حلو جدًا وكافي جدًا في إن أنا لسه بابتدي. قعدت على الحال ده حوالي 3 شهور أو 4 شهور، حاجة زي كده. المشاهدات مش أفضل حاجة، ولكن أخيرًا بعد حوالي 4 شهور كنت وصلت مش عارف 1000 مشترك، حاجة زي كده. أمّا وصلت ل1000 مشترك كنت فرحان جدًا، لإن وصلت 1000 مشترك وعدّيت ال4000 ساعة اللي بتبدأ تفتح الربح على القناة والإعلانات، فكنت ساعتها حاسس إن أنا حققت إنجاز، وبعد كده وصلت ل70 لحد ما وصلت لحوالي 80,000 مشترك، وآخر 20,000 دول كانوا صعبين جدًا، كانوا بيعدّوا ببطء أوي عليَّ ومش عارف ليه، ولكن يمكن عشان أصلًا المحتوى التقني في مصر ما بقاش زي زمان، ما بقاش في شغف زي الأول، لإن الأجهزة كلّها بقت شبه بعضها، عندك الأيفون 16 برو ماكس أهو، إيه الجديد فيه عن اللي قبله؟ ما فيش حاجات كتير جديدة، ما فيش حاجات قوية تخلّيك مهتم أصلًا بالتقنية زي الأول، فالناس ما بقاش عندها اهتمام بالتقنية زي الأول، فبدأت أعلى ببطء، بطء، بطء، لحد ما سبحان الله قبل ما أوصل لل100,000 بشهرين بس، فأحمد صدومة كلّمني وقال لي إن إحنا هنتجمّع إحنا والناس بتوع التِك كلّهم، واللي عامل الموضوع ده يحيى رضوان، واتجمّعنا كلّنا واتعرّفت على الناس الجميلة أوي دي اللي أنتم شُفتوهم في بداية الفيديو، بصراحة كلّهم، كلّهم بلا استثناء جُمال جدًا وشخصيات جميلة جدًا، وتحس إن أنت قاعد في وسط أهلك، فاتجمّعت معاهم مرّة واحدة، المرّة التانية الشهر اللي بعده لمّا اتجمّعنا كان خلاص عدد المشتركين عندي 99,840 مشترك أو 850 مشترك، كان كل اللي فاضل لي حوالي 120 مشترك بس وأوصل لل100,000 مشترك، فصوّرت الفيديو ده وما كنتش قُلت لحد غير نفرين 3 وصوّرت الفيديو ده في آخر التجمُّع وكلّهم اتفاجئوا وكلّهم فرحوا لي، دي أحلى حاجة في الcommunity اللي إحنا فيها دي، والناس بتوع الtech كلّهم اللي باعتبرهم كلّهم إخواتي، إن هُم بيفرحوا لك من القلب، بيفرحوا إن أنت حققت حاجة كويسة، فأنا ساعتها زي ما أنتم شُفتوا رَد فعلهم وفرحوا وكل الكلام ده،
فكنت مبسوط جدًا إن أنا لمّا جيت أوصل لل100,000 كنت عرفت الأشخاص الجُمال دول وبقينا صحاب وقعدنا مع بعض واتكلّمنا، وإن فعلًا بدأت أشارك الحاجات اللي أنا باهتم بيها مع ناس تانية، لإن أنا ما باقدرش أصلًا أتكلّم في موضوع الموبايلات ده غير وأنا باتكلّم قدّامكم على الكاميرا دلوقتي، ما فيش شخص حواليّا مهتم بالمجال ده خالص يعتبر غير أحمد صدومة لمّا باقعد أنا وهو ومش بنتجمّع أنا وهو إلا كل فترة. ففكرة إن أنت تقعد تتكلّم مع ناس بقى كتير مهتمين بنفس الحاجة اللي أنت مهتم بيها، دماغهم قريّبة من دماغك، الموضوع ده لذيذ جدًا. كُنّا بنتكلّم وبنقول أفكار وكل واحد بيقول اللي عنده وبنشارك اهتماماتنا مع بعض، فدي حاجة كانت لذيذة جدًا. وأخيرًا بقى طبعًا وصلت ل100,000 تاني يوم لمّا عملت الفيديو اللي أنا صوّرته معاهم ده، وبصراحة الموضوع كان خرافي، رَد فعل أنا أصلًا ساعتها كنت حاسس إن أنا هاتجنن بقى، اللي هو أنا قاعد 999,000 مشترك، فاضل مشترك واحد على ال100,000 كان الموضوع رهيب جدًا. وبصراحة أهلي، إخواتي وزوجتي عملوا لي مفاجأة وجابوا لي تورتة واحتفلوا بيّا، فكان اليوم لذيذ جدًا، ولكن طبعًا زي ما أنتم عارفين الحلو ما بيكملش، تعبت جدًا تاني يوم، أنتم حتى لو هتلاحظوا إن أنا عينيّا حمرا أوي في الفيديو، عيني جاية فيها التهابات، أنا لسه عامل عملية الليزك من حوالي شهر، عينيّا جه فيها التهابات كده وحمرا جامد، أو ده جفاف مش عارف بصراحة، ولكن تعبان بقى لي كام يوم، ولكن قُلت لازم أطلع أصوّر الفيديو، لإن أنا فعلًا، فعلًا مبسوط وعايز أصوّر الفيديو ده عشان كمان نعمل الgiveaways. فخلّينا بقى نوصل للgiveaways. إحنا عندنا 4 سماعات من Infinix و4 ساعات من Infinix، 4 سماعات و4 ساعات، يعني 8 أفراد هيكسبوا معانا. إيه هي بقى شروط المسابقة؟ شروط المسابقة بسيطة جدًا، جدًا، جدًا. رقم 1 تعمل لايك للفيديو، رقم 2 تعمل comment للفيديو، رقم 3 أكيد تكون عامل subscribe للقناة عشان اللي هنكلمه أو اللي هيكسب معانا هنتأكد من ال3 حاجات دول، فلازم تبقى عامل ال3 حاجات دول. رابع حاجة تكون عامل لي follow على الإنستجرام، خش اعمل لي follow على الإنستجرام، لينك الإنستجرام في أول comment، تابعني هناك لإن الفيديو اللي هاعلن فيه عن اللي هيكسبوا الجوايز دي هيكون على إنستجرام وعلى يوتيوب شورتس وعلى كمان تيك توك. فحاول أنت تتابعني على الأقل على الإنستجرام مع اليوتيوب عشان تعرف لمّا تكسب. المسابقة بسيطة جدًا، تعمل comment، تعمل لايك، تعمل subscribe للقناة، وإن شاء الله بعد حوالي أسبوعين كده هنسحب ونعرف مين اللي كسب معانا الجوايز دي، وهاسلّمه الجوايز بنفسي إن شاء الله. فانزل اعمل subscribe دلوقتي حالًا، وكمان اعمل لايك واعمل comment عشان فرصتك تزيد جامد جدًا، وطبعًا اعمل شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن عشان الفرص الناس تزيد، وإن شاء الله الفترة اللي جاية يكون في تطورات كبيرة جدًا، لإن أنا إن شاء الله هابدأ أشتغل على استوديو جديد غير الاستوديو ده عشان نعمل حاجة جديدة ونغيّر الجو، وقدّام ممكن نغيّر الكاميرا اللي بنصوّر بيها ونجيب كاميرا full frame. انزلوا دلوقتي اعملوا كومنتات كتير جدًا، 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 وما تنسوش بقى تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت وانتظروا الفيديو الجاي وأشوفكم على خير.